وعندنا الكباب وكفته وريش طبعا عالمي، يعني حاجه بتاع زمان. كبابجي السيدة ليه فروع في التجمع هنا، وفي دمياط الجديدة، وفي ان شاء الله يبقى في الساحل في الصيف ان شاء الله بامر الله. يعني بنتامل ان احنا نعمل حاجه في زايد ان شاء الله بامر الله. يعني احنا بنقدم حمام، بنقدم موزه ونيفه بتتعمل بالطريقه قديمه، مش بالطريقه اللي هي السلق والكلام ده كله. بندخلها فرن حوالي 7-8 ساعات على صعيد الفرن، وبتطلع بعد كده نحطها على الشوايه. وعندنا الكباب وكفته وريش طبعا عالمي، يعني حاجه بتاع زمان. في ورق عنب بالكوارع عندنا حكايه، وعندنا الحمام عندنا تحفه، حاجه كده برضه بتاع زمان، خلطه السيده، وحاجه يعني جميله. اللي يجي يجرب مره كده هيتبسط عندنا. في شوايه السيده، في شوايه سيدي علي، وانا حتى كنا مسمين اسامي الترابيزات باسامي الشوارع عندنا في السيده: ميدان السيده، شارع السد، ابو الريش، المذبح. كنا مسمين الترابيزه، بكل ترابيزه عليها اسم من اسامي شوارع السيده. الشوايه السيده بيبقى كفته، بيبقى شيش، بيبقى كباب، بيبقى حواوشي، بيبقى ممبار، وكل ده بيبقى محطوط على الرز بالخلطه، اللي هو رز بالزبيب واللوز. احنا السلطه بنعملها بالطريقه البلدي، طريقه اللي هي بتبقى مشطشطه وبيطلع منها كوبايه العصير اللي هو ويسكي الصالحين. المشروبات بنقدم شاي، صينيه الشاي عندنا البراد القديم، بنقدم بسبوسه، بنقدم كنافه، بنقدم بطيخ في الصيف. يا اهلا وسهلا، انتوا نورتونا، واي حد يجي يشرفنا هيتبسط عندنا ان شاء الله.